عبد الحليم حافظ، نجلاء فتحي، وقصة محمود عوض. أرجوك لا تفهمني بسرعة. تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 702 المتجهة إلى روما وباريس. على حضرات الركاب التوجه فورا إلى باب الخروج. يلا يا حسين، الطيارة هتفوتك. ما اقدرش، لازم استنى. ما تشوفوا كان يا جماعه. انا دورت عليه في المطار كله مش لاقيه، لازم نسي نفسه في الكتابة ولا في الاتوبيس ولا اهو. سامي ده فين؟ الله يخرب عقلك. ايه يا سامي ده؟ طب والله العظيم ما كنت هسافر لو ما كنتش جيت كده. طب سلام عليكم، انا ما جيتش. تعالى. ايه طبعا هو ده اللي انت عايزه. قول لي انت صحيح مسافر كندا يعني وهتركب طياره كده زي الناس المحترمين؟ يخرب عقلك يا شيخ، والله العظيم هيوحشني لسانك الطويل ده. ليه يا اخويا، هو مفيش في كندا حد لسانه طويل ولا ايه؟ لا قطعا لازم فيه، بس مش ممكن يكون في شله غجر زيكم كده. خلاص ما تسافرش بقى ده بدل ما تقول لي انك هتحصلني بعد الامتحان ما تسافرش. والله هجيب لك عقد عمل صدقني. مصدقك، بس انا ما بفكرش هاجر. خرب عقلك وطي صوتك. الله، محدش يعرف اني ناوي على الهجرة. كل اللي انا عايزه منك انك تفكر تاني. فكرت؟ لا. طب لا ليه؟ عشان بحب الطعمية. انت قطعا لسه مش مقتنع برغم كل محاولاتي معاك. والله لو جيت عمي هيلاقي لك وظيفه وهنعمل هناك حته شله وهنبقى ما عندكش فكره. كفايه والنبي احسن، يعني انت لو طولت. ايه هتيجي معايا؟ لا هموت على روحي من الضحك. معلش يا سيدي معلش، برضه هسافر وانا متضايق اني ما عرفتش اقنعك. وانا مبسوط انك متضايق. بجد انت مبسوط؟ طبعا مبسوط. طب عشان خاطري يا سامي، عشان خاطري خليك صريف بقى. انا ما اعرفش هشوفك تاني امتى. يا ابني انت اكيد بعد اسبوع هيطردوك من كندا وتيجي هنا وكلنا نطلعك بكفاله. يا غجر هتوحشوني. معلش. طب لاخر مره، مش عايز حاجه؟ ايوه دخلنا بقى في الجد. انا عايزك ما تكسفناش هناك، يعني كده ما تستلفش وايه، ما تقعدش تعاكس بنات وما تشتغلش وما تاكلش. ما تاكلش وما تشربش بيره كمان. بيره مين يا ابني؟ بيره مين ده؟ هناك في توجه شركة مصر للطيران نداءها الأخير لركاب الرحلة رقم 702 المتجهة إلى روما وباريس. الحق قبل ما يقفلوا باب الطيارة يا سيدي الشعبط. مع السلامة يا جماعة. هتوحشني يا سامي. خلي بالك من نفسك وطمني عليك. مع السلامة. هبعت لكم جواب أول ما أوصل. اوكي. سامي والنبي يا سامي، عصام هيوصل عندكم بكرة أو بعده، مش هوصيكوا عليه. فهمت النظام بقى يا عصام؟ شوف يا سيدي، مفيش رغي في التليفون أكتر من دقيقتين، مفيش مذاكرة بصوت عالي، مفيش تأخير في دفع الإيجار، مفيش أكل في أوضة النوم، مفيش. أمال في إيه؟ في نظام، في إنك تطلع ب25 قرش. يلا. حاضر. صح النوم يا ابو سام. انتوا يا غجر انتوا مش هتبطلوا النقره؟ هو يعني الواحد ما يعرفش؟ ده عصام يا سامي اللي هيسكن معانا بدل حسين. اهلا عصام، الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك. ايه اللي اخرك عن الدراسه قوي كده؟ اصل يعني من الصعيد لهنا القطر. ايه انت بقالك شهرين في القطر؟ لا هو ايه اللي بتدفعه لاحمد ده ربع جنيه عشان التاكسي اللي خدناه كلنا امبارح في المطار واحنا بنودع حسين. طب وعصام ماله؟ يا اخي ده دايما تفسد لنا النظام، مش كل المصاريف هنا شركه. هو ماله بمصاريف امبارح؟ رجع الربع جنيه. اسمع سامي، رجع الربع جنيه. تشرب ايه يا عصام؟ هو مش هيشرب لان النهارده دوره في تنظيف الشقه. ما تبقاش مفتري، مش النهارده التلات والدور عليك انت، هو دوره يوم الجمعه. انا متفوت بقى يا سامي يا اخي. الله، ما هو دلوقتي يوم الجمعه بيسموه التلات. ليه؟ خد بالك. المهم يا عصام بقى اكمل لك لائحه النظام اللي احنا عاملينها هنا. شوف يا سيدي، علشان اللي بيخلفها احنا بنعاقبه، ما تشغلش التليفون اكتر من مره في اليوم، وممنوع انك تعلق بت سبق لزميلك انه فرقعها. هو في كده في مصر؟ امال انتوا عندكم ايه في الصعيد؟
هتعلق من زميلك ايه؟ محفظه؟ يعني ايه فرجعها؟ على خيرة الله. يبقى مفيش داعي بقى اكلمك عن الاعمال الخيريه. اعمال خيريه؟ يعني ايه؟ لا دي بيني وبينك بقى، بعدين افهمها لك. ميتة لما تخيب كده زي احمد وتسقط 3 سنين في تانية حقوق، تقوم هتعرف قوي ايه هي الاعمال الخيريه. انا بتاع الاعمال الخيريه. دق يا مزيكا. تعالي يا سونس. مش تعرفينا يا اختي باصحابك دول؟ انا احمد فوزي، طالب على المعاش. طب وصاحبك ده؟ لا 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 ما تلخبطيش معاه، احسن ده طايش. انت ما تسمعيش عليه ولا ايه؟ ده سامي صلاح. كلها قد 50 سنه ويبقى مشهور قد الدنيا. امال يا اخويا عمري ما شفته ولا حتى سمعت عليه. سامي صلاح. لا يا اختي، انا بس حضرتك مش واخده بالك، انا اصلي كده لغايه سنه فاتت كان اسمي المز. طب خد لك نفس يا سي عبدو. ما بحبوش. امال بتشرب ايه يا نونو؟ اشرب سندوتش لحمه. لا والنبي. طب دي اول مره تشرفنا. روح يا فيفي هاتي له واحد دب. قول لي يا احمد، ده عيد ميلاد ده ولا؟ نعم يا استاذ. سلام للاستاذ برعي. عقبال 100 سنه. قول لي يا احمد، ايه الفلوس كلها اللي بيحطوها في صدرها دي؟ نقوط. نقوط؟ ايوه نقوط اخويا. ما هي سناء يا حبيبي بتحتفل بعيد ميلادها 20-30 مرة في السنة، والحساب يجمع اخويا. سلام يا جدع لفاروق بيه. انا برحب بالوجه الجديد. طب هز جيبك. مصلحة. طب والبيه برضه مش هيدفع؟ هو كمان مصلحة. انت تؤمر. عندك 2 مصلحة. سلام يا جدع للمصلحة. البت فضحتنا. بقول لك ايه، ايه؟ هو يعني احنا لازم ندفع؟ لا 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 ما ندفعش، ما دام احنا تابع الاسطى صونه ما ندفعش.